نريد أن نعرف كيفية الركوع. هل هو هذا الانحناء الذي يقوم به المسلمون في صلاتهم؟ هل هو هذا الانحناء هو الركوع؟ حقيقة لا. الركوع هو عندما يخر المصلي للسجود، يمر بالركوع بوضع ركبتيه على الأرض، ذلك هو الركوع وليس الانحناء. لنأخذ مثلا هذه الآية التي يقول فيها سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. هذه الآية فيها الأمر بالركوع والسجود. أعطي هذه الآية للعلماء وقل لهم: طبقوا لنا هذه الآية. كيف نطبق هذه الآية؟ تراهم بتطبيق هذه الآية يجعلون الركوع على الأرض وليس ذلك الانحناء. عند تطبيق من هذه الآية يقومون بالركوع على الأرض وليس ذلك الانحناء. إذا أردت أن تعرف ذلك وتتحقق منه فصلي معهم صلاة التراويح. ففي صلاة التراويح عندما يصل الإمام أو العالم يصل إلى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، التي فيها الركوع والسجود، انظر ماذا يفعل العالم أو الإمام بالمأموم، فإنه يخر مباشرة إلى السجود مرورا بالركوع بوضع الركبتين على الأرض، فيكون الركوع على الأرض وليس الانحناء. لا يقوم بالانحناء في هذه الآية، لا يقوم فيها الركوع وفيها السجود، لكنه لا يقوم بالانحناء، بل يجعل الركوع، بل يكون من الركوع ركوعه على الأرض بوضع ركبتيه على الأرض عند مروره للسجود. وهذه أكبر حجة وأكبر دليل عليهم بأن الركوع هو ما يفعلونه في هذه الآية. كيف تطبق في هذه الآية الركوع على الأرض بينما في الصلاة تجعل الركوع هو انحناء، تقوم بالانحناء، تضيف انحناء في الصلاة لا أصل له، مثل ما تفعل في هذه الآية. هذه الآية هي الصلاة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. هي الصلاة. إذا لم تكن هذه الصلاة فأين نركع وأين نسجد؟ ومتى نفعل ذلك؟ هل نبقى في اليوم كامل ونحن نركع ونسجد أم ماذا؟ هذه الآية هي الصلاة، هو ما يجب فيه في الصلاة. وإذا كان يفعلون هذا في صلاة التراويح المفروض أن يفعلون في جميع الصلوات. كيف تؤمن بهذه الصلاة تراويح وتقوم بها بالركوع على حقيقة على الأرض بينما في الصلوات الأخرى تجعل من الركوع انحناء؟ هذه أكبر حجة، أكبر دليل. فالمسلمون يقومون بالركوع على الأرض، هذه حجة عليهم. المسلمون يقومون بالركوع على الأرض، هذا هو الآية، هذا الدليل وهو الحجة. السلام عليكم.